الرجاء، الروح، الحب، اللي بغيتي، الامال، فيها كل شيء. الرجاء البيضاوي، التاريخ والجغرافيا. وفينا الخوت، نتمناو من الله باش تكونوا بخير وعلى خير. على كل حال الخوت، في الفيديو ديال اليوم ما نكذبش عليكم، كاين بزاف ما يتقال وانا مرونه ديال بصح، ولكن قبل ما نبداو ما فيها باس تهبط لتحت وتدعم خوك رجاوي حتى الموت بلايك او كومونتير. علاش لايك او كومونتير؟ باش العائله ديالنا تكبر وتكبر بزاف، وهكا يقدر المحتوى يبان بزاف ديال الناس. يلا خليونا نبداو. وفي البدايه الخوت غنهضروا على التاريخ اللي غيتفتح فيه الميركاتو، يعني من بعد ما الجامعه كانت قرات يعني منتصف هذا الشهر لو 15 باش غيتفتح الميركاتو البارح، وبدون سابق انذار الجامعه كتراجع على القرار ديال التاجيل ديالو، وبذلك يوم الثلاثاء الماضي يعني غيكون هو اول ايام الميركاتو. ونتمناو من الله باللي فريق رجاء البيضاوي يدير واحد الميركاتو اللي في المستوى، كنا شنا المشكل فين كاين والخصاص فين كاين. ودابا الخوت ندوزو للموضوع الثاني، الا وهو غايه مربح. كنا عارفين توتر العلاقه ديال غايه مربح مع اداره الفريق، سيرتو السيد باغي يلعب ولكن ما يقدرش يلعب لانه كاين حارس من القيمه ديال الزنيتي، وهنا غايه مربح كيتدخل كيقول لهم حاولوا يعني ديروا معايا شي حل. والحل كان هو كالاتي: وقرر فريق رجاء البيضاوي باش يسرح اللاعب غايه مربح في الميركاتو الشتوي الحالي، من بعد ما اتفق مع نادي شبيبه القبائل على العرض اللي كان مقدم، وكان واحد العرض رسمي الاداره ديال الفريق بقياده البدراوي. وهكا الخوت فريق رجاء البيضاوي غيحاول يستافد يعني من واحد المقابل مادي، وغيستافد من مكان ديال اجنبي اللي كان مريح غير في التوش. واهم حاجه الخوت هو انه غايه مربح حارس بالمؤهلات اللي عنده، يستاهل الاحسن، يستاهل الافضل، خاصو يمشي لشي فريق باش يثبت راسو وباش يحبش. هذاك السيد راه ما دارش باش يريح في التوشه الخوت. ودابا الخوت غندوزو لواحد الموضوع اللي حقيقه ما كنتش كنتمنى يطرا. عبد الرؤوف بن غيث نقدر نقول لكم باللي نسبيا السيد ولا خارج اسوار النادي الاخضر. ومن بعد ما توترت العلاقه ديال اللاعب الجزائري عبد الرؤوف بن غيث بالمدرب التونسي منذر الكبير في الحصه الاخيره اللي جراها فريق رجاء البيضاوي قبل الرحله ديالو لمدينه خريبكه، ومن بعد هاد سوء التفاهم اللاعب الجزائري كيدخل في واحد الوضعيه اللي صعيبه بزاف، سيرتو من بعد ما السيد يعني فقد الرسميه ديالو داخل التشكيله ديال فريق رجاء البيضاوي، وما تمتش المنادات عليه المباراه ديال اولمبيك خريبكه يعني. وبالتالي السيد يعني احنا كنا عارفين باللي ما قدمش واحد الاداء اللي كنا كنتظروه منه، سيرتو انه السيد لعب في واحد الفرق اللي كبيره بزاف. يعني ما غاديش نكذب عليكم، السيد الاحصائيات ديالو كتقول باللي يعني ماشي في احسن احواله. من اصل 10 ديال الماتشات 6 الماتشات اساسي، لعب 485 دقيقه، ما قدر يقدم حتى شي اسيس وزيرو هدف. يعني هادشي اللي كيدل على شي حاجه، كيدل باللي السيد باقي ما رجعش الفورمه ديالو، وهادشي اللي يقدر يخلي فريق رجاء البيضاوي باش يقدر يستغنى يعني على اللاعب، ويقدر يفكر باش يجيب لاعب اخر ويستافد عاوتاني من مكان ديال لاعب اجنبي. ودابا الخوت غادي نرجعوا للموضوع اللي اثار جدل في البيت الرجاوي. حقيقه كنا غادي نهضروا على اللاعب عبد المنعم بوطويل وقصه ديال التهميش ديالو فريق رجاء البيضاوي. حنا كنا الخوت كنعرفوا عبد المنعم بوطويل واحد اللاعب اللي تبارك الله بواحد الامكانيات اللي كبيره بزاف. حقيقه السيد اللي كنا تفاعلنا مع القصه ديالو باش يجي الفريق رجاء البيضاوي، ولكن المشكل الكبير ومن بعد ما وقع السيد العقد ديالو مع فريق رجاء البيضاوي يعني كنتفاجئوا باللي ما خدت حتى شي دقيقه مع الفريق الاول. علاش؟ الله اعلم. ومن بعد ما كثر القيل والقال في هذه القصه، عبد المنعم بوطويل كيخرج بواحد التصريح اللي حقيقه فرتك الجقله من الاخر، وقال بصالح العباره باللي كان غادي بواحد الكارير اللي تبارك الله اللهم بارك وزيد في ذلك. اختيار ديالي لفريق رجاء البيضاوي ما كانش في محله. حقيقه المدرب اختيارات ديالو ما كتفهمهاش، اون بليس كيدخلوا وحدين اخرين في اختيارات ديالو. كنت كنتمنى نلعب غير 10 دقائق فريق رجاء البيضاوي نفرض راسي لاخر لحظه، في اخر لحظه من بعد ما فريق رجاء البيضاوي بدل الرئيس وجا يعني رئيس جديد البدراوي. يعني كنت نتسنى منه اتصال، بقيت حتى لاخر لحظه قبل ما نوقع العقد ديالي في صن داونز الجنوب الافريقي، ولكن الحدود ديك اللحظه ما قدموا لي حتى شي عرض. تنازلت على 30% من المستحقات ديالي للفريق الاخضر، وهذا الشيء كامل حبا في الفريق، لانه انا داك الفريق كنبغيه من صغري وكنعشقه، وكانت الامنيه ديالي نلعب فيه ونهز القميص ديالو. ولو تاتت لي فرصه اخرى باش نعاود نختار يعني ما بين الغريم وفريق الرجاء البيضاوي 100% وما غاديش نتردد غنختار الفريق الاخضر.
ومن هذا المنبر كنبغي نوصل واحد التحيه خاصه وخالصه لعبد المنعم بوطويل على هذا الشيء اللي قال. حقيقه اولا الحب ديالو للفريق الاخضر اللي ما كيتقدرش بثمن ومستعد يضحي باي حاجه على قبله. والثاني حاجه هي القصه ديالو ديال التهميش ديالو في الفريق الاخضر. حنا هذا الشيء عارفينه. محمد المكحاصي كيحاول تا هو يتحارب، السيد عنده ما يقول وما كيدخلوش. عبد الرؤوف بن غيث ها هو كيتهمش، والقائمه طويله الا جينا نذكروا راه ما غاديش نساليو الخوت. وعلى كل حال الخوت حتى هنا وغيصالي لا فيديو ديالنا اليوم. اش غنقول لكم، والله ما سخيت بكم، ولكن هادشي اللي قسم الله. على كل حال الخوت اللي باقي ما تابوناش ما فيها باس، يدعم خوه راه جاوي حتى الموت وديما راجع.